التجربة الإنسانية مرهقة وتقيلة، طريق طويل فيه اختبارات واختيارات، مفترق الطرق على حسب الأساطير يكون مستنيك وهيعرض عليك يختصر لك الطريق ويحقق لك أي حلم حتى لو كان الحلم ده مستحيل. مقابل بسيط في نهاية الرحلة بعد ما تستمتع بحلمك هياخد روحك. ما هي كده كانت مهترئة وكده اتمرمطت في الرحلة. فكرة بيع الروح للشيطان مش جديدة، هي من قدم أدم الرواية نفسه. من أشهر الأمثلة عليها قصة فاوست اللي اتكتبت لأول مرة في القرن ال16 وبتحكي قصة عالم باع روحه للشيطان مقابل المعرفة والقوة. كررت الفكرة كتير بعدها في أدب وأساطير الشعوب. ليه الفكرة دي بالذات متكررة في أدبنا الشعبي؟ يمكن عشان نفسنا في طريقة سحرية نحقق بيها كل حاجة، ويمكن لأنها بتطرح سؤال أهم: هو إيه الثمن اللي أنت مستعد تدفعه مقابل تحقيق الأحلام دي؟ وعالم الكوميكس مش استثناء من ده. أشهر وأكتر مثال جدلي هو قصة سبايدر مان وان مور داي اللي بيتر باركر بيتخلى فيها عن زواجه وذكرياته للشيطان ميفيستو عشان ينقذ حياة عمته. في قرار لحد النهاردة مثير للجدل، وناس كتير بيعتبروا أسوأ قرار في تاريخ شخصية سبايدر مان. هنتكلم بالتفصيل عن القرار ده في حلقة جاية. في مثال تاني وهو جوست رايدر جوني بليز اللي باع روحه للشيطان عشان ينقذ حياة أبوه، لكن الصفقة زي ما هي دايما بتيجي بثمن كبير جدا. وسط كل الأمثلة دي ظهرت قصة مختلفة بشكل كبير، وهي قصة سبون. في الأول سبون ما بيكونش عارف ولا فاكر هو مين، ومع الوقت بنعرف ان سبون او آل سيمونز اسمه الحقيقي كان قاتل مأجور وعميل حكومي واغتيل بشكل غادر. لما مات لقى نفسه في الجحيم. هناك كان مفترق الطرق الخاص بيه قابل الشيطان، وفي لقائه مع الشيطان كان عنده طلب واحد بس: هو عايز يرجع للحياة عشان يشوف زوجته المرة الأخيرة. تمن في المقابل ان هو هيبقى جندي للجحيم، سلاح الجحيم على الأرض. على عكس القصة التقليدية، سبون ما كانش اختياره بهدف تحقيق ثروة أو قوة، اختياره كان بدافع عاطفي بحت، بدافع الحب والندم. أمنيته اتحققت، ولكن رجوعه للحياة كان بعد مرور سنوات طويلة. كانت مراته اتجوزت وخلفت بنت وعالمه اتغير بالكامل. الأسوأ انه رجع مش فاكر هو مين اصلا، ومن غير حتى وشه، لانه رجع مشوه بالكامل. محتاج وقت طويل عشان يفتكر هو مين. سبون متعلق بين عالمين، مفيش مكان ليه في اي واحد منهم. ده اللي ميز سبون عن غيره، شخص مش بطل باي شكل، بل مأساة تراجيدية، دايما محاصر بين رغبته في التحرر من لعنة الجحيم وبين مصيره المكتوب. وحتى لما بيلاقي مكان في العالم اللي رجع له بيكون بين المتشردين اللي بيقبلوه وبيعتبروه واحد منهم. هو بيحاول يحميهم، ولكن في اغلب الوقت بيكون السبب في هلاكهم على ايد الشياطين والشخصيات اللي بتطارده. تود ماكفارلين مبتكر الشخصية قدر يضيف عمق فلسفي جديد لتيمة بيع الروح للشيطان. خلى سبون مش مجرد كوميك سوداوي واكشن، بل قصة عميقة عن الذنب والخلاص ومحاولة الانسان المستمرة للتحرر من قدره، خصوصا لو ده قدر انت اخترته بايدك. سبون نجح نجاح ساحق وقت ظهوره في التسعينات، ولسه السلسلة مستمرة لحد دلوقتي. جزء كبير من النجاح ده كان طبعا الارت بتاع تود ماكفارلين. سبون كان من اشهر وابرز شخصيات ايمج كوميكس اللي كسرت الهيمنة التقليدية لمارفل ودي سي. الشخصية ظهرت في اكتر من فيلم ومسلسل انيميشن. عالم سبون اتطور وكبر ومستمر لحد دلوقتي، وطلع منه عدة شخصيات وسلاسل ناجحة ومميزة. في النهاية تيمة بيع الروح للشيطان هتفضل دايما جذابة للبشر، لان هي بتواجهنا بسؤال اخلاقي وفلسفي عميق. لو اتعرض عليك فرصة لا يمكن رفضها هتقبل تدفع الثمن. واهم حاجة ان سبون بتفكرك ان في ثمن، والثمن ده دايما هيكون اغلى من اللي تقدر تتخيله. خلينا في مرة نحكي شخصية كوميك تانية باعت روحها للشيطان وبقى جندي للجحيم، قصة جوست رايدر اللي جبنا سيرتها في اول الحلقة. هل تعرف الشخصية؟ تحب تعرف عنها اكتر، ولا في شخصية تانية حابب اتكلم عنها؟